هبه، قبل ما نكفي كنت بتقولي حاجه واحنا في البريك. كنت عم بحكي شعر لشاعر هشام الجخ. فهيك من هالظرف اللي قاعدين عم نمر فيه ذكرني بهالبيت اللي بيقول لهشام الجخ: تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيا حكام أمتنا. ألستم من نشأنا في مدارسكم، من تعلمنا مناهجكم؟ ألستم من تعلمنا على يدكم أن الثعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألسنا من تعلمنا على يدكم بأن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ تقاسمتم عروبتنا ودخلا بينكم صرنا كما الأنعام. سيبقى الطفل في قلبي يعاديكم ويقاضيكم، تشتتنا على يدكم فتبت كل أيديكم. أنا العربي لا أخجل، ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني وعمري زاد عن 1000 وأمي لم تزل تحبل. أنا العربي في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني. أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني، مسيحي وسني وشيعي ودرزي وعلوي. أنا لا أحفظ الأسماء والحكام فلترحل. تشتتنا على يدكم وكل الناس تتكتل. سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. ملأتم فكرنا كذبا وتأليفا وتهويدا. أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا؟ شكرا ليك هبة على يعني هاي كلمة لحتى احنا دايما نكون مع بعض، انه عن جد بكفي فرقة، انه يعني القدس اللي عم بتروح مش اي محل تاني. فيعني هاي كلمة لحتى عن جد لازم تكون لنا كلمة واحدة. بكفي انه احنا زعلانين من بعض، بكفي انه مش عم نتحد سوا، بكفي انه عم تكون في اجتماعات بننبت فيها بلدان وبننبت فيها شعوب. عن جد صحيح هبة. وحتى اذا نجاوبك ببيت شعر، لانه انا واحد من الناس اللي عشتها في تونس وعشتها في بلادي ايام الثورة، وحاجر بين عليها